المراهق عباس الركابي الذي ظهر في مقطع فيديو بسيارات مصفحة مثل ما شفنا بالفيديو تابعة للدولة، يقول على لسانه: أني كنت أحتفل برأس السنة والسلاح كان أبو الصجم وأنا أعتذر عن المقطع. طيب، هي تساؤلات فقط. والسيارات الحكومية زي رعوفك من السيارات الحكومية وصافرات الإنذار خليها همينة على جنب، وأجهزة المناداة شنو وضعها كان؟ طلع بفيديو عباس يعتذر به ويقول هذا الكلام. خلونا نشوف شنو قال تكملة للقصة. السلام عليكم، أنا عباس الركابي اللي هسه نزلوني بقناة الشرقية اللي قالوا طفل مراهق وشايل سلاح ابن فلان ابن فلان. والله ما أعرف إنه أنا أبوي شهيد مات من 2014 زين، والسلاح اللي كنت شايله أنا السلاح كان سلاح عادي يعني هو أبو الصجم. القناة الشرقية وأقدم اعتذار للدولة وأقدم اعتذار للشعب، وأنا كلش آسف وهاي غلطة وأنا أعترف بغلطتي. ماكو أحد ما يغلط، وأنا طفل واحد كانت بوقتها وكلها متونسة. يعني أنا لما أشوف أحد متونس لازم يعني واحد يشاركه. طبعا يعني اليوم إذا أنت طفل وتشوف أحد متونس طبعا راح تتونس وياه. إذا أنت عايش ما عايش حياة حلوة مثل العالم كلش أعتذر. طبعا يعني هي غلطة وصارت بعد بواحد هم لازم يعني يتونس ويغير جو. يا عباس، الأطفال اللي بعمرك ما يحتفلون بسيارات حكومية ولا يحتفلون بهذه الطريقة.